نشوفوا مع بعض يا حبايبي عملنا العسل النحل ده ازاي. يلا يا جمال، يا جمال عسل النحل احلى صابون، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تعالوا معايا كده وشوفوا الرغوه الايه التحفه دي. يلا بينا كده نذكر الله ونوحد الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير. النهاردة يا حبايبي بناء على متابعيني الغاليين هنعمله صابون سائل بمكون بسيط خالص، ولا هنستخدمه زيت ولا هنستخدمه أي حاجة غير الحاجة الموجودة قدامنا ديت. أنا معايا كده ده وشرب البرتقال، هنغلوها وناخد الزيوت بتاعتها، ومعانا صابونة بلدي مبشورة. ديت المكونات الرئيسية بتاعتنا، وإن شاء الله كده هنعمله صابون بجودة ممتازة بإذن الله. زي ما انتوا شايفين أنا جبت بولة كده وهنفضي فيها كل الصابون اللي أنا بشرته ده صابون بلدي من اللي أنا عاملاه في القناة، ما بنشتريش أي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هنجيب كده هوت المية اللي انا غليت فيها شرب البرتقال ديت، بس لازم تكون مغلية، لازم تكون مغلية علشان تسهل علينا تسيح الصابون. زي ما انتوا شايفين كده هوت، زي ما انتوا شايفين كده. انا هنصفي مش هنفرمه القشور ديت، هناخد المية كده بتاعت اللي احنا سلقنا فيها وهنفضيها هنا اهوت وندور مع بعض كده لغايه ايه ما الصابون بتاعنا يسيح خالص. زي ما انتوا شايفين كده لازم ان احنا نسيح الصابون. زي ما انتوا شايفين انا مش حاطه له اي حاجه خالص، لون خالص اهو. معاكم اهو زي ما انتوا شايفين كده داب خالص. ما هنحطه ايه، هنحطه معلقه سكر عشان الرغوه. زي ما انتوا شايفين اهي، زي ما انتوا شايفين اللون والريحه بقى بتاعته ما نقولكمش على الجمال بقى. جمال ريحه كده، ريحه في حته جميله. زي ما انتوا شايفين الرغوه حتى باينه كده من السكر. هنحط كمان معلقه ملح صغننه، ملح من العادي اهو، مفيش اي حاجه، دي كلها حاجه بسيطه. زي ما انتوا شايفين الرغوه، يعني الكاميرا ظلمها والله. شايفين الرغوه كده، وزي ما انتوا شايفين انا ما خدتش دي قشور البرتقال اهيت. شايفين دي قشور برتقال، حوشيها واعملي بيها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ايه تاني هنزوده بيه كمان؟ ده صابون، دي كوبايه صابون سائل من برضو اللي عاملاها في القناه. زي ما انتوا شايفين كده عاليه الجوده بصراحه، يعني احنا بنعمله كل حاجه في البيت. يعني سبحان الله على الجمال. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد، ما جمال الا جمال سيدنا محمد. بصوا الرغوه باينه من غير ما نرغي حاجه اهي. هنجيب كده زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. بصوا الرغوه، بصوا اللزوجه بتاعته في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجه بتعمليها يعني بسيطة، ولا زيوت ولا أي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده. عايزة هنزود كده مكان الصابون بس حبة مية اهو، مفيش أي حاجة. شايفين؟ وبيزيد بقى ايه لما انت اهو. شوفي كل ما بتسيبيه كل الرغوة بتاعته ايه ما بتعلى، كل ما الجودة بتاعته كمان بتعلى، وبعدين مش هيتعب الايد خالص. زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. كل ما بتسيبيه كل ما بيتجه. يعني انا ما استعملتش اي حاجه غير ايه، غير بصوا
بصوا الرغوة ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين؟ بصوا عسل نحل، شايفين؟ ولسه لما تسيبيه يبرد كمان، شايفين؟ حاجة تحفة بصراحة، صراحة تحفة الرغوة. حتى الرغوة وانا عم بصوا يعني الرغوة زايدة 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 بصراحة، شايفين؟ ده لسه سخن زي ما انتم شايفين كده. اللزوجة بتاعته جميلة، لزوجة جميلة خالص. هنجربه شوية كده ونشوفوا برضو الرغوة معانا. انا هنشطفها اهي. وهنحط حاجة بسيطة والله عشان ايه، مصداقية معاكم اهو مفيش حاجة في الطبق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنركن كده، شايفين؟ هنركن الحاجة كده وتشوفوها. انا مفصلتش الكاميرا. بص الرغوة، هنحط حبة مية. شوف الرغوة مصداقية والله والله. انا ما بنحط اي حاجة اهو زي ما انتم شايفين كده. ده الصابون العسل النحل بتاعي، حاجة جميلة كده اهو. تعملنا من حاجة بسيطة زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا اهي ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. يعني حاجة، انتوا شايفين الرغوة عشان الرغوة بتاعته عالية اهي، شايفين؟ بصوا كده عسل نحل والله، حاجة جميلة اهي. وريحته تحفة بصراحة وما بيفصلش. ما حطيتش اي حاجة غير الحاجة اللي انتوا شفتوها. وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حاجة تحفة تحفة بصراحة. يعني لما تعملي الحاجة، أنا لا حطيت صابون سائل ولا عملت أي حاجة. أنا مصداقية معاكم، وأنتوا عارفين قناة أم أسامة. أنا غبت من غيبتنا ونرجعوا بهيبتنا. ادعوا لنا دعواتكم كده الطيبة لفك كرب المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. مستنية التعليقات الحلوة بتاعتكم، وحشتوني كتير كتير كتير. نشوفكم كده في فيديو جديد ان شاء الله.